حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت بها البشرية هي في زمن سيدنا لوط عليه السلام وقومه وما كانوا يفعلون. وثاني انتكاسة هي ما نمر به الآن من سفك دماء ومن هتك الأعراض. حياكم الله. لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. أثبت العلماء أن أكبر انتكاسة مرت